لكم النهارده وصفه سهله وسريعه تخلص بالظبط في 10 دقايق على البوتاجاز من فوق. مش محتاجين فرن ولا محتاجين ان احنا نعجن فيها كتير. لو محتاجين تشوفوا الوصفه لازم تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتعالوا بقى بينا على المعمل نشوف الوصفه دي اتعملت ازاي. ويلا بينا. هنحتاج ان احنا نجيب الدقيق. انا هنا استخدمت 4 معالق من الدقيق، وطبعا ده الكميه اللي انا استخدمتها، وبعدين معلقه كبيره من بصل باودر وتوم باودر، وبعدين نزلت بشويه زيت وربع كوبايه من ميه الدافيه ومعلقه ونص معلقه خميره ونص معلقه بيكنج باودر. وبعدين هبدا بقى انزل بالزيت هنا وادهنها، وكل اللي احنا هنحتاجه ان احنا بس يعني نفردها بس كده على طول، وممكن تفردوها على طول في الطاسه زي ما هوريكم في الوصفه التانية. فهنا بدات بقى ان انا افردها كده بايدي وارفعها لفوق، لان انا الجزء ده هحشيه بالموتزاريلا. بدات احط بقى صلصه البيتزا في النص الاول، وبعد كده احشي الاطراف بالموتزاريلا. صلصه البيتزا ممكن لو ما عندكوش تعملوا صلصه عاديه وتحطوا لها شويه زعتر وخل وملح وفلفل، وهتبقى معاكم احلى صوص بيتزا. وبعدين هنا بدات بقى ان انا هقفل الاطراف بتاعه البيتزا عشان تبقى كراست كده من الجنب. وزي ما قلت لكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير سبسكرايب. وبعدين خلصت بقى الاطراف، هبدا بقى ان انا ادهنها من النص شويه صلصه بيتزا كده، وما نكترش فيها عشان طعمها ما يبقاش طاغي قوي. وبعدين هبدا بقى ان انا ادهن الاطراف بتاعتي عشان تبقى محمره كده لما تطلع معايا من السوا. وبعدين زي ما قلت لكم الحشوه هتبقى اختياري. انا اخترت ان انا احشيها بلحمه مفرومه، ممكن برضو تحشوها باي حشوه تانية انتوا بتحبوها. هوريكم برضو وصفه تانية في الاخر بحشوه مختلفه. وبعدين هنبدا بقى ندلع البيتزا بتاعتنا ونحط لها شويه فلفل اخضر وشويه فلفل احمر واصفر كمان، ولو عايزين اي اضافات ممكن تضيفوا لها كمان شويه سبانخ، بيبقوا حلوين جدا وما تخافوش طعمها مش هيظهر خالص. ممكن شويه ريحان. وهنا بقى حاطط لها بصل، وده كده التوبنج بتاعي كان للبيتزا. وطبعا ما ينفعش تخلص البيتزا من غير ما نحط لها الاضافات بتاعتها، ونزود لها شويه موتزاريلا كده من على الوش عشان تديني المطه بتاعت البيتزا كده وتبقى طعمها لذيذ. فهنا انا كترت بصل، الصراحه انا بحب البصل قوي مع البيتزا. وبعدين هنا هحط بقى الموتزاريلا بتاعتي اخر حاجه، وابقى انا كده خلاص خلصت البيتزا. حرفيا بتخلص في 10 دقايق من غير اي حاجه، مش هنحتاج ان احنا نحطها في الفرن. كل اللي انا هحتاجه ان انا احطها على النار، على نار هاديه لمده بالظبط 10 دقايق على التايمر، وهبقى مغطياها باي غطا عندي، وبعدين هتطلع معايا تبقى مستويه. وهحتاج بس ان انا ادخلها اخر حاجه. هنا كده كان شكلها قبل ما ادخلها الفرن تاخد بس التحميره الاخيره دي، ومش شرط بس ممكن احطها على الشوايه كده بسرعه، وكده طلعت احلى بيتزا معانا في 10 دقايق بالظبط وبالهنا والشفا. تعالوا بقى نشوف الوصفه التانية هعملها لكم كده على السريع. دي هنا الطريقه التانية اللي انا هبدا بقى افرد بيها العجينه. انا بجيب العجينه كلها وابدا افردها كده على الطاسه، فمش بقى محتاجه ان انا احطها بره. وهنا زي ما قلت لكم هعمل نفس الخطوات بالظبط، عملتها لكم بسرعه علشان بس نبقى شايفين اختلاف البيتزا لما فردناها، وفي نفس الوقت برضو نشوف حشوه مختلفه. هنا حطيت علبه تونه كنت مصفياها علشان الزيت بتاعها، وحطيت لها طبعا التومينج بتاعنا زي ما قلت لكم برضو. وبدات بقى احط لها الموتزاريلا على الوش، بس طبعا ما كترتش هنا موتزاريلا. وبعدين هبدا بقى ادخلها على النار وبالهنا والشفا. سوبر